السلام عليكم. كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم كيفاش كتصيبوا الطاجين لاول مره. بزاف ديال السيدات ما كيصدقوش لي من الطواجن دغيا كيطرطقوا، ولكن الا تبعتوا هاد الطريقه كونوا على يقين انه غادي يصبر معكم مده طويله، عن تجربه لمده اكثر من 20 سنه وانا كنستعمل هاد الطريقه هذه، وكيبقى ليا الطاجين مده طويله. البنات هانتوما ردوا البال، الطريقه راه ما كاين ما اسهل منها وإن شاء الله تنجح معاكم 100%. غير جربوها، راه ما فيهاش شي حاجة اللي هي كتيرة. يعني غنحتاج الطاجين والزيت والماء، 3 الحوايج، وإن شاء الله الطاجين غادي يكون زوين بزاف، وغادي يكون حتى في الطياب ديالو كيطلق ليا واحد البنة اللي هي لذيذة بزاف، وكيصبر معنا مدة طويلة وما كيبقاش فيه ديك الحروشية. وندوز نوريكم بلا ما نطول عليكم. هانتوما هذا الطاجين يلاه جبتو من عند السيده، شريتو من عندها. هانتوما كيف ما جبتو، باقا ما قصتو ما والو، كيف حطيتو انا شاركتو معكم. غادي ناخدو، غادي نوضعو تحت الماء، يعني غادي نغسلو مزيان غير بالماء بوحدو، ما غنزيد عليه حتى شي حاجه من غير الماء. ما غندير فيه لا برودوي لا والو، حيت عارفين الطاجين راه باقي جديد، الا درت فيه شي برودوي راه غادي يتشرب لينا هذاك البرودوي، تولي الماكله كلها كتجي لينا فاسده. غادي نغسلو مزيان، غنستعمل غير اليد ديالي. كيف ما كتشوفوا غنغسلو مزيان من الغبره اللي كتكون فيه. على هذا الشكل هذا، يعني طريقه سهله. من بعد غادي نوضعو فوق البوطه، ولكن ما كنديروش مباشره، كنديرو واحد الحديده ديال الطاجين، وعاد كنوضعو الطاجين ديالنا. كندير هنا كاس لاروب ديال الزيت، كاس راه صغير. القياس ديال الزيت على حسب الطاجين. هاد الطاجين انا عندي متوسط ديال 4 الناس، درت كاس لاروب ديال الزيت، والكاس راه صغير، صار من كاس العنبه، راه ماشي كاس العنبه هذا، صار منه. غادي نزيد عليه كاس ديال الماء عادي من الروبيني، والزيت راني درت غير الزيت النباتيه، يعني الزيت الرومي صافي. وغادي نحط عليه الغطا ديالو وغنشعل البوطه على عافيه مهيله حتى كنبدا نسمع واحد الصوت وكنطفي البوطه. هذا هو الصوت اللي بغيتكم تسمعوه. ملي كتسمعوا الطاجين ديالكم راه بدا كيطرطق، صافي عرفوا الماء راه تبخر، ما بقاش داك الماء، يعني الطاجين تشرب لينا داك الماء، بقى غير الزيت. ما كنحلوش ملي نسمعوا الطرطيق نحلوا الطاجين، لا، كنخليوه حتى كيبرد. نخليوه هكاك بالغلاقه ديالته حتى كيبرد مزيان، نخليه واحد ساعتين، عاد كنحيدوا الغطاء، كنلقى الزيت هو اللي بقى بوحدو كيف ما كتشوفوا. كنبدا كناخذ واحد البانسو، وكنبدا نطلّع الزيت هكايا في الجناب ديال الطاجين. كنبقى مرّة كنستعمل هاد الطريقة، ما كن وأنا كنشقى في الكوزينة، وأنا في نفس الوقت كنعري هاد الطاجين. إلا لاحظتوا راني طلّعت حتى للجوانب الفوق، كيبان لكم هنايا شوية دهني، يعني الفوق ديال الطاجين. والزيت بدا كيقل، ما بقاش الزيت كتير بزاف، وحتى الغلاقة ديال الطاجين حتى هي كندهنها من الداخل. قد ما شربنا هاد الطاجين بالزيت مزيان، قد ما كتجي الماكلة ديالو بنينة ولذيذة بزاف. و وطريقة ساهلة. هاد الطاجين دغيا كيوجد معاكم، يعني تصايبوا هاد الطريقة بالليل. أنا درتها بالليل وطفيت عليه البوطة حتى لغد لي، عاد بديت نستعمل هكا، كنبدا ندهن بالزيت من داخل. يعني ما عريتش الطاجين فاش طفيت عليه البوطة في الأول، خليته. عندكم البنات ولا الولاد تعريو الطاجين من الأول راه يطرطق عليكم الزيت، يطير على وجهكم ولا شي حاجة. المهم كتخليوه حتى كيبرد، ومرة كدهنوه هانتوما حتى نشف بحال ما هكا، نشف على هاد الطريقة. صافي الطاجين ديالنا راه وجد، يمكن لينا نغسلوه نطيبوا فيه الماكلة ديالنا بالصحة والراحة. كنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى الفكرة ديالي تكون وصلات، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة، إلى فيديو قادم بحول الله.